الاهلي كله بيبتديها من ناحيه الشمال، وفيليكس بيتحرك تحرك سليم. هو فين يلقي بكلمه الافتتاح وماتش النهارده. احمد فيليكس احد نجوم زي ما بقول لحضراتكم، يلقي بكلمه الافتتاح لماتش النهارده. احمد فيليكس بقول لحضراتكم النادي الاهلي بيبحث عن الهدف رقم 37 على الشاشه. الاهلي مسيطر وابتدى يفتح ثغرات في كلا الاجناب الايمن والايسر، وهشام حنفي ويقدر هشام وبيحطها حلوه. المنافذ اتفتحت من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، واختراقات ابراهيم حسن ما كانش كل ده موجود في الشوط الاول، وده اللي انا قلته بين الشوطين الحقيقه للزميل مصطفى عبده والزميل حازم الشناوي. قلت له لو حصل التغييرات دي ممكن نشوف اهداف، وفعلا حسام حسن ضيع جول وشاط كوره حلوه في العارضه وفاول. لو الاهلي كسب الدوري او كده جاز العاده. ونزل خالد غندور بيتكلم جابر مرسي. قادر عبد العظيم طبعا مش عاوز يزيد المشاكل، وحسام حسن ونبيل من الدور السابع المره دي يقطع نبيل محمود وتروح لوليد. وليد يجيد المراوغه انما مبتعد بعيد فتره عن مباريات الاصابه، وتروح لحسام حسن وحسام حسن بيحط الجول الثاني. حسام حسن بيجيب الجول الثاني. يا حسام يا حسن يا حسام يا حسن يا حسام يا حسن، سبحان الله. جول يودي وجول يجيب. النادي الاهلي يتقدم بهدفين في الشوط الثاني بعد سيطره ميدانيه واداء رائع. يلا طيب ويعطي النادي الاهلي في الشوط الثاني درس لمحو اميه الكره الحديثه داخل المستطيل.